اهلا بيكم. حلقه النهارده مخصوص عشان نثبت لك ان السيسي وقاده الانقلاب هم المسؤولين عن قتل جنودنا في سيناء وحرق الكنائس وصناعه الارهاب اللي انا وانت هندفع ثمنها. حلقه النهارده مخصوص عشان نثبت لك ان السيسي وقاده الانقلاب بيتامروا عليك وعليا وعلى مصر كلها، وان مؤيدي الانقلاب هيدفعوا نفس الثمن اللي بيدفعوا معارضي الانقلاب ويمكن اكتر. ولكن السؤال اللي كان محيرنا، يا ترى انت محتاج كام فيديو وكام دليل علشان تفوق من الوهم والكذبه اللي انت عايش فيها؟ يا ترى انت محتاج كام فيديو وكام دليل علشان تلحق تحط ايدك في ايدي ونلحق اللي باقي من بلدنا قبل الانقلاب ما يدمرها؟ السؤال اللي كان محيرنا، يا ترى انت محتاج كام فيديو وكام دليل علشان تعرف ان قادة الانقلاب ليسوا اكثر من مجرمين؟ هنقدم لك 7 عمليات ارهابيه والحكم ليك، وتعالى ندخل في الموضوع على طول ونبدا بالكوميديا السوداء، وتعالى تتفرج وتشوف سذاجه وعبط قاده الانقلاب وصلت لحد فين وهم بيصنعوا الارهاب. علوي، ضعنا في تفاصيل حادث إلقاء قنبلة على قسم بولاق الدكرور، خصوصا أنني تابعتك في 12 وأنت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة حدثت تحديدا الساعة 12:30. الساعة 12:30 الأكيد إن اللي كان عارف ميعاد العملية وبعت مراسل التلفزيون مخصوص عشان يصور الانفجار أكيد هو المسؤول عن الإرهاب النهارده. إيه؟ طب تعالى ندخل في الجد شوية، وتعالى نشوف عملية قتل مجندين في الإسماعيلية تمت إزاي طبعا من قبل الإرهابيين. وقال مصدر أمنية إنه أثناء سير دورية عسكرية استهدفها مجهولون بطلقات من أسلحة سريعة الطلقات، ما أدى إلى مقتل الضابط و4 مجندين. كل ده عادي، إرهابيين أطلقوا النار على مجندين وقتلوهم، ولكن المشكلة لما أصر أهل المجند معاذ إن هم يدخلوا معاه الغسل، وبدل ما يجدوا طلقات الإرهابيين تعالى معايا وشوف وجدوا إيه على جثته. معاذ جوه في جسمه في جروح قطعيه بسلاح ابيض، في كسر في رجله اليمين، في كسر في ايده اليمين، في جروح في كتفه، لا كان في دراعه الشمال الجرح من ماسك من اول كوعه لحد تحت عند الساعد كده. واخد طعنه في رجله من ورا، مش فاكر اذا كانت اليمين ولا الشمال لان كانت عماله تنزل دم جامد قوي واحنا بنغسله. كان طعنه كده صغيره برضه بسلاح ابيض، واخد طلقه في جنبه تقريبا اليمين. هو ده بالظبط اللي بيحصل لأي مجند أو ضابط بيرفض إطلاق النار على المدنيين. هو ده بالظبط اللي بيحصل لأي مجند أو ضابط بيرفض الانقلاب العسكري. بيتكسر عظمه وبيتشرح بالسلاح الأبيض، وبعدين تتعمل أي عملية إرهابية ويتقال شوفوا الإرهابيين بيقتلوا المجندين إزاي. طب تعالى معايا نشوف عملية من أكبر العمليات الإرهابية اللي اتعملت في سيناء، وتعالى نشوف تآمر وإجرام قادة الانقلاب العسكري وصل لحد فين. ومن جانبه كشف مصدر أمني أن المسلحين الذين هاجموا مبنى مديرية أمن شمال سيناء مساء أمس استخدموا صاروخا باليستيا أمريكي الصنع في هجومهم. معنى صاروخ باليستي يعني صاروخ بيسير في شكل منحني، ولو بحثت دلوقتي حالا على جوجل على نوع وصورة الصاروخ اللي نشرتها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والتلفزيون الرسمي هتجد ان هو من نوع هيل فاير، وده فيديو توضيحي يوضح لك صورة ونوع الصاروخ. أي معلومة هنقولها لك دلوقتي عن الصاروخ الفاير تقدر تتأكد منها عن طريق النت، علشان تكتشف إن الصاروخ الفاير يقدم من ضمن المعونة الأمريكية للجيش المصري من سنة 1984. ده الأغرب من كده إن أمريكا بتفرض قيود صارمة على تصدير الصاروخ ده أو بيعه لأي دولة خوفا من السقوط في يد الإرهابيين. الذي نسميه صاروخ هيل فاير الذي بيع من الولايات المتحدة إلى مصر في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. سيبك من كل ده وتخيل المصيبة في إن الصاروخ ده لا يتم إطلاقه بأي حال من الأحوال إلا عن طريق طائرات حربية أو مروحية. حقيقة أي شخص يمكن أن ينظر إلى الإنترنت ويرى هذه المواصفات على الإنترنت. في العادة هو صاروخ يطلق من مروحية ومداه 7 إلى 10,000 متر. أكيد طبعا مش هتحاول تقنعني إن الإرهابيين في سيناء هم اللي معاهم طيارات. إيه؟ وتعالى نشوف
قذارة واجرام قادة الانقلاب العسكري وصلت لحد فين مع مؤيدي الانقلاب العسكري نفسهم. وتعالى نتأمل شوية في حادثة مقتل اللواء نبيل. الحقيقة انك علشان تعرف لغز مقتل اللواء نبيل كل المطلوب منك انك تسأل 3 أسئلة. السؤال الأول، هو اتقتل ازاي؟ وايه سبب الوفاة؟ إذا أكرر مرة أخرى نتيجة تشريح جثمان الشهيد اللواء نبيل فراج مقذوف، اخترق العضد الأيمن جنبه الأيمن. بأكيد ده قناص محترف، عارف ان اللواء نبيل كان لابس قميص واقي من الرصاص، فاستخدم بندقية قنص باحتراف شديدة وقدر يقتل اللواء نبيل برصاصة واحدة من الجانب الأيمن. كان في مخطوط اخترق العضد الأيمن دخول وخروج، ثم اخترق يمين الصدر وأحدث تهدد في الرئتين والقلب، وبعدين استقر في يسار الصدر وهو مطلق من طبنجة من عيار 9 مللي. ان اللواء نبيل ينضرب في جنبه اليمين لان ده المكان الوحيد اللي ممكن يقتله وهو لابس قميص واقي ضد الرصاص صدفه. ان اللواء نبيل بدل ما ينضرب ببندقيه قنص ينضرب بمسدس 9 مللي برضه صدفه. لكن اكيد لما تعرف المسافه اللي انضرب منها اللواء نبيل وسط كم الحشود من مدرعات الجيش والشرطه والبلطجيه اللي كانوا واقفين، هتعرف ان الموضوع ما كانش صدفه وان كل شيء كان مترتب. مسافه الاطلاق جاوزت مدى الاطلاق القريب، اي جاوزت 3 أمثال طول مصوف السلاح المستخدم. ده من على مسافة قريبة. طول مصوف جاوزت طول مصوف السلاح 3 أمثال طول مصوف السلاح المستخدم. اذا كان يعني طول مصوف السلاح 15 سم فهي جاوزت 45 سم بمسافة تزيد عن ذلك قليلا او كثيرا، لان احنا مستوى نص متر يا فندم. طب تخيل لو قلت لك ان في قناصه موجوده في مأذنه على ارتفاع مأذنه مسجد الفتح وبيضربوا نار بشكل عشوائي على حشد بشري كبير من غير ما تحصل حتى اصابه واحده. ده الاغرب من كده ان قناه الحياه اكدت لنا ان هم كانوا قناصه سودانيين، وام تي في اكدت ان هم كانوا قناصه سوريين، ودريم اكدت ان هم كانوا قناصه فلسطينيين، وكانه مسلسل استحمار شعب. المصيبة لما تنزل خريطة مسجد الفتح علشان تكتشف ان مفيش مدخل للمأذنة من داخل المسجد للمعتصمين، وان المدخل الرئيسي موجود بره المسجد وكان تحت سيطرة قوات الامن طوال اليوم. ايه؟ طب تخيل معايا مثلا ان قادة الانقلاب والاعلام بيحاولوا يقنعوك ان معارضي الانقلاب العسكري الارهابيين طبعا اللي هو احنا قرروا ان هم يحرقوا الشركة، بس بدل ما بيحرقوا الشركة من تحت قرروا ان هم يحرقوا الشركة من فوق، وكأننا معانا طيارات او كأننا اصلا عفاريت او اشباح. المبنى مكون من كام طابق يا دكتور؟ كام دور؟ 9 طوابق. 9 طوابق. انا شايفه النار مشتعله في الجزء الاعلى. هو النار الحقيقه اشتعلت يعني في طابقين بس بتمتد لان المبنى كله اوراق يعني الحقيقه. لا يعني دول الطابقين العلويين؟ السادس والسابع. طب يبقى ازاي من الاشتباكات اللي تحت؟ هو تم اقتحام المبنى قبل الاشتباكات؟ لا لان كان ضرب من فوق، في طياره برضه بتضرب وكده. قبل ما نختم خلينا نعزي اخواننا المسيحيين في حادثه الوراق، وتعالى نشوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى وهو بيبرأ جماعه زي جماعه الاخوان المسلمين من الحادثه دي، وبيوريك اخلاق جماعه الاخوان المسلمين حتى في عز ازمتها وصلت لحد فين. وعايز اقول حاجه ان في 3 من الاخوان المسلمين مصابين في المستشفى. من ضمن المصابين كانوا جايين يجاملوا اخواتهم المسيحيين، كانوا جايين يحضروا الفرح فحصل اللي حصل. طبعا هم موجودين في المستشفى دلوقتي مع المسيحيين. في ختام حلقتنا هيفضل السؤال: ايه اللي بيخلي قادة الانقلاب العسكري بتلجأ الى صناعة الارهاب والعنف بالطريقة دي؟ وعلشان تجاوب على السؤال ده كل المطلوب منك انك ترجع للتاريخ، وانصحك انك تقرا كتاب الحرب القذرة للحبيب سويدية. والحبيب سويدية هو كان ضابط مظلات في الجيش الجزائري من سنة 1992 لسنة 2000 بعد الانقلاب العسكري في الجزائر، وبيحكي فيه عن كم من المؤامرات والاغتيالات والقتل والاعتقال والسحل والتفجيرات غير طبيعي كانت بتقوم بيها المخابرات الحربية في الجيش الجزائري بنفسها، وكانت بتشرف على عمليات في قمة القذارة. الكتاب ده كان سبب صدمة في أوروبا، لأن لا يمكن لعقل أو منطق أن يصدق إن في جيش ممكن يعمل الأعمال دي قد اللي حصل في مصر لحد النهاردة 100 مرة، ولأن الفاشية فكر واحد، فلازم تفهم
ان اللي قتل اللي هو نبيل ما عندوش اي مشكله ان بكره يقتلك في بيتك، وان اللي فجر اسم بولاق بكره يفجر بيتك، وان اللي ضرب الصاروخ بكره يضرب الصاروخ على بيتي وعلى بيتك، ولان المؤامره النهارده بقت مؤامره على بلد كلها. فيا ريت تفوق ونلحق اللي باقي من بلدنا. فاللهم بلغت اللهم فشل.